غدا شكرا جزيلا لك. ونبقى في تونس، حيث ينظر المجلس الوطني التأسيسي غدا الخميس في منح الثقة لحكومة حمادي الجبالي التي قدمت لائحتها أمس لرئيس الجمهورية المنصف المرزوقي. وقد رافق تشكيل هذه الحكومة جدل كبير في الأوساط السياسية والاجتماعية. حسم أمر الحكومة التي طال انتظارها في تونس، وقدم رئيسها حمادي جبالي القائمة النهائية لرئيس الجمهورية بعد إدخال آخر التعديلات عليها. ولكن المدة الطويلة التي استغرقها ذلك والمخاض العسير الذي عرفته قبل ولادتها جعل العديد من أحزاب المعارضة ترى في ذلك إضاعة للوقت، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد والتي تفرض تدخلا عاجلا. شهرين من اللي صاروا الانتخابات، وشهر من اللي صار الاتفاق على الرؤساء الثلاث، رئيس المجلس التأسيسي، رئيس الدولة، ووزير الأول رئيس الحكومة، وتعدى شهر واحنا لتو ما زلنا ما عندناش حكومة. هذه أهم حاجة اللي ماهيش معقولة. إضافة إلى ذلك، ترى بعض أحزاب المعارضة أن الحكومة الجديدة تشهد تضخما في عدد أعضائها، علاوة على التحفظ على كيفية تشكيلها التي تقول إنها تمت وفق منطق المحاصصة داخل الائتلاف. حركة النهضة من جانبها ترى غير ذلك، إذ تعتبر المدة التي استغرقها تشكيل الحكومة وإن امتدت لأسابيع فإنها تبقى مقبولة نظرا إلى خصوصية المرحلة. أول مرة نخوض تجربة الائتلاف، ولا كان قبل ذلك قلنا قبلنا كان هناك حزب واحد يحكم وليس له مشكل في إيجاد وزارات ولا تشكيل الحكومة. الآن أمام ائتلاف، وكذلك أمام توسيع هذا الائتلاف للمستقلين. بالتالي هذه بعض الأسابيع ليست كثيرة، وخاصة اتفاق على برنامج ليس اتفاق على تشكيلة حكومية فقط. ترى النهضة أن الحكومة الجديدة التي تضم بعض المستقلين تخضع إلى منطق الكفاءة والتوافق بين أعضاء الائتلاف الحكومي، ولا تعتبر عدد أعضائها لافتا، إذ قلصت فيه تفاعلا مع ملاحظات معارضيها من 50 إلى 41 عضوا. رغم الاختلافات والتجاذبات، شكلت الحكومة التي ستسير تونس في المرحلة القادمة في صيغتها النهائية، وتبقى في انتظار منحها الثقة من طرف المجلس التأسيسي لتنصرف لمواجهة التحديات والملفات الساخنة والعاجلة التي تنتظرها. حافظ مريبح، الجزيرة.